التعليق محمد طاهر يا فندم، ما هو اكيد هيجي لك فاهم حاجه. مش كله بيجي فاهم حاجه يا محمد. وانت اكيد كاتب في الاعلان حديث التخرج. لا، انا مش كاتب حديث التخرج، وده واحد تاني اللي عامل الاعلان، شركه تانيه خالص، وما كانوش كاتبين حديث التخرج، كانوا عايزين محاسب فقط عشان اخر الشهر تكرمش له 500 جنيه. لا، مش هنكرمش له 500 جنيه على فكره، هنكرمش له اكتر من كده واحنا مش في مصر اصلا عشان نكرمش له بالجنيه. وعايزه اينشتاين المحاسبه. لا، احنا مش عايزينه اينشتاين المحاسبه، احنا عايزينه جونيور اكاونت. انا عايزينه يبقى عارف بس الفرق ما بين الحسابات. على فكره، اي حد خريج كليه تجاره، يعني حتى لو كان يعني بيذاكر اخر السنه ولا بيعمل مش عارف ايه والكلام، بيتصرف يعني، اكيد عارف الفرق ما بين المدين والدين اكيد. اقسم لك بالله السؤال اللي انا سالته له ده واحد في سنه اولى كليه تجاره هيرد عليه. والجماعه اللي هم فاهمين محاسبه هيعرفوا ان ده اتفه سؤال في الحياه. يجي لك ايراد ازاي تسجله بس. هتحط هم حسابين من حساب الى حساب بالعربي، مش باي لغه تانية. انا عايز اعرف انت فاهم حسابات ولا لا بس. السؤال ده كونك ان انت ما تردش عليه، يبقى انت يا اما واخد الشهاده دي بالواسطه، يا اما واخدها بالفلوس، الله اعلم يعني. مش عايز اقول انا بص، انا هديته وظبطته، اديته ميه وعصير واهدى خالص كده وبالراحه. هو الحساب ده ايه والحساب ده ايه؟ جاوبت له على اول سؤال. طب السؤال الثاني اتفه منه، سؤال مصروفات، برضو رد غلط، جاوب غلط. اجابته توحي ان هو مش فاهم اي حاجه في الحياه، مش فاهم اي حاجه في الحسابات. فمش كل اي حد، يعني مش كل بني ادم عنده شهاده في تخصص معين ان هو فاهم مبادئها اصلا. فده اللي انا كنت عايز اقوله لك انت، او ده الهدف من الفيديو. اي حد رايح انترفيو لحاجه معينه ايا كان البوزيشن ده، حتى لو طبعا اول حاجه انت تبص على شهاداتك، هل انت كواليفايد للحاجات دي ولا لا؟ هل انت المجال المطلوب ده هو مجال شهادتك ولا لا؟ تخصصك ولا لا؟ لو تخصصك ابص على الحاجه الثانيه، هل انا فاهم في تخصصي ده ولا لا؟ حتى لو انا ما اشتغلتش، اليوتيوب دلوقتي مليان. افتح ذاكر، حتى لو انت اتخرجت من فتره طويله وناسي حسابات، قبل ما تروح الانترفيو اعمل ريفرش لنفسك. افتح كتبك القديمه، افتح اليوتيوب، اعمل الكلام ده كله بحيث ان انت ما تحرجش اللي بيعمل معاك انترفيو، وانت نفسك ما يبقاش شكلك وحش. والله ده كان هدف من الفيديو، النصيحه لكل بني ادم رايح انترفيو بس. شكرا ليكم.